والله عم بتصور كيف لكن هاي جايز ليش هي؟ هل بتصدقوا انه الزمن مر بكل هالسرعة؟ اليوم رح نرجع معكم لأول ظهور لليوتيوبر. أنا اسمي بيسان، عمري 13 سنة، بحب الغناء كثير وبتمنى تدعموني. ونشوف كيف كانت بدايتهم البسيطة وكيف صاروا اليوم من أكبر الأسماء على السوشيال ميديا. حجاب مسؤولية، والحجاب مثل تاج فوق أي بنت مسلمة. رح نكشف أعمارهم الحقيقية، جنسياتهم وحتى دياناتهم. تابعوا معنا الرحلة من أول ظهور لليوم وشوفوا الفرق الكبير. 2 3 4 هاي جايز كيفكن؟ نور ستارز اسمها الحقيقي نور نعيم، من مواليد 1997. هي أول فتاة على اليوتيوب. بدت نور قناتها عام 2014 ولديها أكثر من 21 مليون مشترك وأكثر من 3 مليار مشاهدة. هي فتاة مسلمة سورية وأمها عراقية مقيمة بين أمريكا ودبي. استطاعت نور من خلاق قناتها أن تجذب قلوب الملايين، فهي إنسانة محبة لطيفة مرحة. وتروي نور أنها قد اختارت هذا الاسم لقناتها لأنها تحب النجوم، فحبها للنجوم جعل منها نجمة في عالم اليوتيوب. قبل فترة أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال العراقي كريم الشريف المقيم في الإمارات في حفل ضخم أقيم في برج خليفة بدبي. نارين بيوتي اسمها الحقيقي نارين عمارة، من مواليد 2000. بدأت نارين قناتها على اليوتيوب في عام 2014 ولديها أكثر من 16 مليون مشترك وأكثر من 2.5 مليار مشاهدة. هي صانعة محتوى سورية الأصل من تولد مدينة حلب، وهي مسلمة. بعد اندلاع الحرب في سوريا انتقل للعيش في السويد مع عائلتها، وبعد حصولها على الجنسية السويدية ذهبت للعيش في دبي مع عائلتها. لديها 4 أشقاء، شقيقان شيرو وجلال، وأختان سيدرا وشيرين. تزوجت قبل فترة قصيرة من رجل الأعمال السوري رامي سامو. شهد حفل زفاف صانعة المحتوى السورية الشهيرة نارين بيوتي لحظات فريدة تجاوزت حدود التوقعات في دبي. أنس هشام مروة صانع المحتوى السوري من مواليد 1992، أسس أول قناة له في عام 2012 تحمل اسم أنس مروة. وفي عام 2017 أسس مع زوجته أصالة قناة تحمل اسم إنصالة فاميلي، وقد تجاوز عدد مشتركيها 14 مليون. وهو مسلم مقيم في أمريكا ولديه طفلان نوح وميلا. وفي عام 2020 قرر صنع أكبر حفلة لمعرفة جنس المولود في العالم، وبحسب صحيفة البيان الإماراتية يبلغ سعر الإعلان الضوئي على كامل واجهة برج خليفة لمدة 3 دقائق 350 ألف درهم، 95.2 ألف دولار أمريكي. أصالة المارح هي زوجة أنس مروة، وأول ظهور لها كان مع زوجها عندما قاموا بإنشاء قناة أنصالة فاميلي عام 2017. ديانتها الإسلام، ومن مواليد 1995. سيدرا بيوتي واسمها الحقيقي سيدرا عمارة، من مواليد 2002، وهي الأخت الوسطى لعائلة بيوتي وديانتها الإسلام. وبدايتها كانت في عام 2015 ولديها أكثر من 3 مليون مشترك. بيسان إسماعيل من سوريا، مواليد 2003. تعتنق بيسان الديانة الإسلامية من الطائفة الدرزية، فهي تتبع وتتمثل بالعقيدة الإسلامية، لا سيما إنها تحدثت في بث مباشر لها على صفحتها الرسمية بأن دينها الإسلامية هو دين التسامح والسلام، وهو وسيلة للمعاملة اللطيفة والمحبة بين الناس. هي مغنية وصانعة محتوى، بدأت في عام 2016 ولديها قناتين على اليوتيوب، قناتها الشخصية وعليها 12 مليون مشترك، وهذه القناة تشارك عليها يومياتها وأخبارها. وقناتها الثانية عليها ما يقارب 2 مليون مشترك، وهي خاصة بأغانيها، وتعد واحدة من أشهر اليوتيوبر في الوطن العربي، حيث استطاعت بهضامتها وصوتها الجميل بجذب الأنظار إليها. عاشت طفولتها في سوريا، ثم انتقلت للعيش في ألمانيا عام 2015 بعد اندلاع الحرب في سوريا. قبل فترة أعلنت خطوبتها من الشاب محمود ماهر. إن خطيب بيسان إسماعيل هو اليوتيوبر السوري محمود ماهر، وهو فتى من أصول سورية من مواليد 2003. يعمل في مجال الموضة كعارض أزياء لفئة الرجال، كما أنه من أشهر التيكتوكريات العرب في العالم العربي. أسامة مروة، المعروف باسم أوسي مروة، من مواليد 1995.
الأصل من سوريا ولكنه من مواليد المملكة العربية السعودية، وأول ظهور له كان عام 2019. نجم شهير على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشئ محتوى يعرف بقناته على يوتيوب التي تحمل اسمه، حيث ينشر فيديوهات ومدونات فيديو ومقارب، وقد حصد أكثر من 11 مليون مشترك على المنصة، ولديه أكثر من 1.5 مليار مشاهدة، وهو وشقيقه أنس مروة كلاهما من نجوم اليوتيوب المشهورين برومانسية شديدة. وعلى طريقة الأفلام تقدم أسامة مروة لطلب يد شيرين، حيث اختار موقعا رومانسيا في إحدى البنايات الأوروبية ذات العمارة المميزة، وبعدها بفترة أقام حفل زواج ضخم في دبي، وتزوجها لشيرين وسط حضور للمشاهير. شيرين عمارة المعروفة بشيرين بيوتي من مواليد 2004، أول ظهور لها كان عام 2015، ولديها الآن على اليوتيوب أكثر من 8 مليون مشترك، وهي أصغر أشقاء عائلة بيوتي. دخلت مجال صناعة المحتوى من خلال يوتيوب عام 2015، وبدأت تقدم محتوى متعلق بالجمال والمكياج. لدي شيرين شقيقتين هما شيرين وسيدرا، وشقيقين هم شيرو وجلال، ووالدهما محامي، وهاجروا من سوريا بسبب الحرب ومن بعدها إلى تركيا وثم إلى السويد، وبعد حصولهم على الجنسية السويدية ذهبوا للاستقرار في دبي، وتزوجت هناك من أسامة مروة. لانا ولين محمد ولديهما قناة على اليوتيوب لديها أكثر من 5 مليون مشترك تحمل اسم سوبر سيسترز، من مواليد سوريا وديانتهم الإسلام، وبدأت انطلاقتهما في عام 2020، والكثير يعتقد بأنهم توأم، إلا أن لانا أكبر من لين بسنة، فلانا مواليد 2005 ولين مواليد 2006. تالين تيوب واسمها الحقيقي تالين بازار من مواليد 1994. بدأت نشاطها في مجال صناعة المحتوى على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي في عام 2019 مع عائلتها. لديها أكثر من 7 مليون مشترك، وتشتهر بتقديم محتوى ترفيهي وعائلي. ريث مروان ولديه قناة على اليوتيوب تحمل اسمه عليها 9 مليون مشترك. غيث من مواليد سوريا وديانته الإسلام، وبدأ في اليوتيوب عام 2020، مواليد عام 1994، ويقيم في الإمارات العربية المتحدة، وتزوج منذ فترة من سارة الورع. يعد من أبرز الشخصيات المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اشتهر بتقديم محتوى متنوع يمزج بين الكوميديا والحياة اليومية، مما جعله يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة. كارولين مارليني ولديها أكثر من 2.5 مليون مشترك على اليوتيوب، وهي سورية الأصل، وبدأت في عام 2019. تعد كارولين مارليني شخصية سورية بارزة ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورائدة أعمال مقيمة في دبي. وأثرت كارولين الجدل بظهورها في برنامج مزاج عبر الإنترنت لتكشف الكثير من أسرار حياتها وطفولتها. ويبحث الجميع عن ديانة كارولين، حيث أنها من الأشياء التي ترفض الإفصاح عنها في المقابلات واللقاءات. وفي مقابلتها عبر برنامج مزاج رفضت أيضا الإفصاح عن ديانتها بعد سؤال مذيع، إذ قالت إنها لن تعلن عن ديانتها. وإلى هنا نصل معكم إلى نهاية الفيديو، ونشكركم على المشاهدة، ونتمنى منكم وضع رأيكم في التعليقات والاشتراك في القناة، وشكرا.